شاب اسمه أحمد لسه متخرج من الجامعة ومليان طموح. قرر يبدأ حياته الجديدة بإيجار بيت قديم في حي هادي. في البداية كل حاجة كانت طبيعية لحد ما أول ليلة حصلت فيها حاجات غريبة جدا بدأت تقلب حياته. لكن الغموض مش بس في البيت، لما أصحابه بدأوا يزوروه الأمور بقت أسوأ. حاجة غير مرئية بتطاردهم وتغير مصيرهم. ومع كل يوم يمر الشاب بيكتشف إن البيت ده مش مجرد مكان عادي، فيه تاريخ مظلم ولعنة قديمة بتلاحق كل اللي يدخلوه. تابعوا القصة معايا علشان تكتشفوا الأسرار الغامضة للبيت المسكون. بس قبل ما نبدأ أهم حاجة صلي على النبي، وما تنساش لو عجبك الفيديو تخبط اللايك، ولو انت مشاهد جديد على القناة اشترك في القناة وفعل الجرس على كلمة قول أو كل علشان يوصلك كل حاجة أول بأول. ويلا بينا نخش على الفيديو. كان أحمد لسه متخرج جديد من الجامعة، شاب مليان بالطموح والحماس للحياة الجديدة اللي مستنيها. بعد ما اشتغل أول شغلانة ليه قرر إنه يستقل ويعيش لوحده بعيد عن زحمة البيت والعيلة. بدأ يدور على شقة صغيرة يقدر يعيش فيها بهدوء. ولما كان بيدور في الإعلانات لقى بيت في حي قديم الإيجار بتاعه كان رخيص بشكل غريب. قال لنفسه إنها فرصة، بيت كبير وسعره معقول جدا. لكن برضه كان مستغرب ازاي السعر كده. تاني يوم أحمد راح يتفرج على البيت، واللي استقبله كان راجل كبير في السن. الراجل قال له البيت ده بقاله فترة طويلة فاضي وكان مستني حد زيك. أحمد ساعتها حس بحاجة غلط، لكن تجاهل الشعور ده وقال إن أكيد دي مجرد أوهام. البيت كان قديم، جدرانه عالية والمكان هادي بشكل مرعب. بس أحمد أعجب بمساحته وقال لنفسه إنه هيقدر يعيش هنا ويعمل اللي نفسه فيه. لما سأل الراجل عن السبب اللي مخلي الإيجار رخيص كده، الراجل ضحك ضحكة غريبة وقال ما تقلقش، البيت كويس جدا. أحمد مضى العقد من غير ما يفكر مرتين، كان بس متحمس للبداية الجديدة. أول ليلة في البيت أحمد كان قاعد في الصالة بيرتب وبينظم البيت، بس فجأة سمع صوت زي خطوات جاية من الدور اللي فوق. افتكر ان ده طبيعي، خصوصا ان البيوت القديمة دايما بتعمل اصوات كده. لكنه مقدرش يمنع نفسه من التفكير، يا ترى الصوت ده جاي منين؟ المفروض مفيش حد غيري هنا. حاول يهدي نفسه ويقول انه بس محتاج يرتاح من التعب والضغط. فدخل اوضته ونام، لكن في نص الليل صحي على صوت خبط جاي من فوق تاني، زي ما يكون حد بيجري أو بيتحرك بسرعة. أحمد وقف فجأة على رجله وقلبه كان بيدق بسرعة. فضل يلف في الشقة لكن مفيش حاجة. رجع أوضته وحاول ينام، لكنه فضل صاحي طول الليل وعينيه على السقف مستني أي حركة تانية. تاني يوم أحمد صحي بعد ليلة مليانة توتر، كان واضح عليه التعب وقلة النوم. لكنه قال لنفسه أكيد اللي حصل لي ده بس لأن المكان جديد عليا وهتعود. عشان يبعد أي أفكار سلبية عن دماغه قرر يقضي يومه، وبعديها قام ولبس وراح على شغل. وبعد ما رجع قرر يقضي يومه في ترتيب البيت، ينظف ويرتب حاجته في المكان الجديد. الأمور كانت ماشية بشكل عادي وممتاز وكل حاجة كانت تمام. بعد ما خلص أمور البيت قرر يتفرج في الصالة على التلفزيون شوية. الليل بدأ يدخل والهدوء اللي كان مستني أحمد بدأ يرجع تاني. هدوء غريب بيغطي المكان كله لدرجة إن أي صوت كان بيبان عالي جدا. وبعد ما اتعشى أحمد قرر يدخل ينام بدري علشان يعوض قلة النوم اللي فاتت. لكن أول ما دخل أوضته وطفى النور سمع صوت تاني، الصوت اللي سمعه في الليلة اللي فاتت. المرة دي كان الصوت أوضح، خطوات خفيفة جاية من السقف زي ما يكون في حد بيتحرك فوقه. أحمد قام بسرعة وطلع يجري على الدور اللي فوق، كان متأكد إن مفيش حد ساكن هناك. لما وصل لقى المكان كله مهجور، مفيش أي أثر لحد. الغبار كان مغطي الأرض ومفيش أي علامات لخطوات أو حركة. رجع أوضته وهو قلقان وقعد يفكر يا ترى ده خيالي ولا ايه بالظبط. حاول يقنع نفسه انه تعب او انه بيتهيأله بسبب المكان الجديد، ورجع للسرير وحاول ينام.
لكن في نص الليل صحي على صوت جديد، خبطات خفيفة لكن متواصلة، كأن في حد بيخبط على الحيطة من جوه. أحمد فضل يسمع الخبط لحد ما قلبه بدأ يدق بسرعة. الصوت كان قريب جدا ومش طبيعي بأي شكل. في لحظة شجاعة قام أحمد وفتح باب الأوضة بسرعة، وفضل يبص في الممر الضلمة ومفيش حاجة. الدنيا هدوء والصوت اختفى وكأن ما حصلش حاجة. رجع أوضته وهو مش عارف يفسر اللي بيحصل. حس إن في حاجة مش مريحة في البيت ده. الليل عدت وهو صاحي مش قادر ينام، وعقله مشغول بالتفكير. هل البيت ده فعلا في حاجة غلط، ولا أنا اللي بقيت أتوهم؟ بعد الليلتين اللي قضاهم أحمد في البيت كان قلقه بيزيد كل مرة، وبيحاول يقنع نفسه إن اللي سمعه مجرد أوهام. لكن مع كل ليلة الأصوات كانت بتزيد، وهدوء البيت كان بيبقى مخيف أكتر. وعشان يهرب من التوتر اللي كان حاسس بيه قرر إنه يعزم أصحابه على البيت. فكر إن وجودهم معاه هيخليه يحس بالراحة، ويمكن كل اللي بيحصل له ده بسبب إنه لوحده. أحمد كلم أصحابه الجداد اللي اتعرف عليهم في الشغل وقال لهم تعالوا عندي النهاردة نعمل حفلة بسيطة نحتفل فيها بالشغل وبالبيت الجديد. الفكرة عجبتهم، كانوا متحمسين يجوا يشوفوا المكان اللي أحمد سكن فيه. بالليل بدأوا يجوا واحد ورا التاني، والدنيا بدأت تبقى مليانة ضحك وهزار. في الأول الليلة كانت لطيفة والمكان كان شكله عادي جدا. أحمد حس بارتياح وقال لنفسه أكيد اللي كنت حاسه قبل كده كان بسبب الوحدة. لكن مع مرور الوقت ومع دخول الليل أعمق، الحاجات الغريبة بدأت تظهر تاني. أول حاجة كانت لمحمود، واحد من أصحابه. كان واقف قدام المراية اللي في الصالة، وفجأة قال بصوت متوتر يا جماعة أنا حاسس إن في حاجة بتتحرك ورايا في المراية. الكل ضحك وقالوا إنه بيتخيل، لكن أحمد اتجمد في مكانه لأنه فاكر الأصوات اللي سمعها قبل كده. فضل يراقب المراية وهو ساكت، عينه كانت ثابتة على أي حركة، لكن مفيش حاجة ظهرت. بعدها بفترة قصيرة ليلى صاحبة أحمد قالت إنها سمعت صوت ضحكة جاية من آخر الممر. المكان كان ضلمة شوية، لكن الكل كان فاكر إن ده مجرد هزار. أحمد حس بعرق متلج بينزل من على جبينه، لأنه عارف إن اللي بيحصل ده مش طبيعي، وخصوصا إن الصوت اللي سمعته ليلى هو نفس الصوت اللي سمعه الليالي اللي فاتت. واحد من صحابه قال يا جماعة بلاش الجو ده، شكل البيت ده قديم ومرعب بجد. الكل ضحك وكملوا سهرتهم، لكن أحمد كان حاسس بالخوف بيزيد جواه. الصوت اللي في راسه بيقوله إن في حاجة غريبة في البيت، وإن الليلة دي مش هتعدي على خير. الليلة خلصت وأصحاب أحمد بدأوا يمشوا واحد ورا التاني، لكن كان محمود أول واحد يسيب البيت بسرعة، وهو شكله كان متوتر جدا. أحمد سأل نفسه يا ترى اللي بيحصل ده صدفة ولا في حاجة فعلا مش طبيعية هنا؟ بعد ما مشوا الكل أحمد فضل قاعد في الصالة، والمكان بقى ساكت تماما. كل حاجة بقت مظلمة ومرعبة أكتر من أي وقت فات. في اللحظة دي أحمد فهم إن البيت ده مش زي أي بيت عادي، وإن اللي حصل النهاردة مجرد بداية لحاجة أكبر وأخطر. تاني يوم الصبح أحمد صحي وهو لسه حاسس بتوتر. كان قاعد على السرير وعينيه مركزة على الموبايل، مستني أي رسالة من صحابه اللي كانوا معاه. فجأة رسالة من ياسر واحد من أصحابه، مكتوب فيها سمعت عن محمود، حصلت له حادثة النهاردة الصبح. أحمد وقف مكانه وقلبه بدأ يدق بسرعة، وافتكر إن محمود كان أول واحد مشي من البيت وهو شكله مرعوب. اتصل أحمد بياسر بسرعة وسأله إيه اللي حصل لمحمود. ياسر قال له محمود عمل حادثة وهو راجع البيت، عربيته خبطت في عمود ومات على طول. الخبر في كل الجرايد النهاردة. الدنيا سكتت حوالين أحمد، وبدأ يقول مع نفسه محمود كان صاحي سليم ومفيش حاجة غريبة عليه لما مشي من البيت غير إنه كان مرعوب، لكن دلوقتي هو مات. أحمد فضل يحاول يقنع نفسه إن دي حادثة عادية، لكن جزء منه كان عارف إن في حاجة أكبر بتحصل. مرت الأيام وكل ما يحاول أحمد ينسى اللي حصل
بيلاقي نفسه بيفكر أكتر. كان بيحاول يهرب من التفكير في الأصوات اللي سمعها والليلة المرعبة، بس عقله ما كانش بيسكت، ومع كده قرر يعزم أصحابه تاني بعد فترة. يمكن الجو يتغير أو يقدر يلاقي تفسير للغموض اللي محاوطه. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ. ليلى اللي كانت مع أحمد في الليلة اللي فاتت بدأت تتصرف بغرابة. بقت تتكلم عن حاجات غريبة بتشوفها في البيت لما بتكون لوحدها، زي ضلال بتمشي في الأوضة أو أصوات ضحك بتسمعها وهي نايمة. بعدها بأيام اتصلوا بأحمد وقالوا له إن ليلى اتنقلت لمستشفى الأمراض النفسية بعد ما فقدت عقلها بالكامل. أحمد كان مصدوم، إزاي محمود يموت وليلى تتجن في نفس الأسبوع؟ الأسئلة بدأت تدور في دماغه. هل البيت ده فعلا مسكون ولا في لعنة على المكان ده؟ بدأ يفكر في اللي حصل لصاحب البيت لما قابله أول مرة، والنظرة الغريبة اللي كانت في عيونه. أحمد حس إن اللعنة دي مش صدفة، وإن في حاجة في البيت بتحاول تسيطر على اللي بيجي عنده. الليل بدأ يدخل تاني وهو أحمد قاعد لوحده في البيت، ومش قادر يهرب من التفكير في اللي حصل. والأصوات بدأت تظهر تاني، وخبط خفيف وخطوات فوقه وضحكات مكتومة. لكن المرة دي أحمد مش قادر يتجاهل الحقيقة. البيت ده مسكون، ومش بس كده، هو جزء من حاجة أعمق وأخطر، حاجة بتموت أو تجنن كل اللي يجي عنده. في اللحظة دي أحمد بدأ يحس إن الدور عليه قرب. بعد اللي حصل لمحمود وليلى، أحمد ما قدرش يستحمل أكتر من كده. عقله كان مليان بالأسئلة والشكوك، بس كان متأكد إن البيت ده مش طبيعي. قرر إنه يدور على الحقيقة بنفسه، لأنه حاسس إن حياته ممكن تكون في خطر. بدأ يسأل الناس في الحي عن تاريخ البيت، لكن كل ما يسأل حد يا يتهرب من الإجابة يا يبص له بنظرة غريبة، كأن الكل عارف حاجة لكن محدش عايز يتكلم. في يوم أحمد قرر يروح للحي القديم يسأل أصحاب المحلات القدام. بعد ساعات من البحث قابل واحد من كبار السن، راجل شكله عايش في المنطقة من زمان. أحمد سأله ممكن أعرف إيه قصة البيت اللي أنا ساكن فيه؟ وقال له على عنوان البيت. الراجل بصله بنظرة طويلة وقال أنت ساكن في البيت بتاع المعلم سالم؟ أحمد حس بأن قلبه انقبض وسأله مين المعلم سالم؟ الراجل قال له المعلم سالم كان صاحب البيت من زمان، وكان راجل غريب الأطوار. بيقولوا إنه كان بيتعامل مع السحر، وإنه كان بيعمل طقوس غريبة في البيت ده عشان ينتقم من الناس اللي ظلموه. كل اللي عاشوا في البيت بعده يا ماتوا يا اتجننوا. أحمد حس بالرعب بيكبر جواه. سأل الراجل طب ليه محدش قال لي الكلام ده قبل ما أجر البيت؟ الراجل ضحك ضحكة خفيفة وقال البيت بقاله مهجور سنين، كل اللي حاولوا يعيشوا فيه. والراجل قعد شوية بعديها يحكي له عن البيت، وقال له بس انت كنت متحمس للبيت ومحدش حب يحذرك. رجع أحمد البيت وهو مش مصدق اللي سمعه. كان حاسس انه محاصر في كابوس حقيقي. البيت ده مش مجرد جدران وسقف، ده مكان ملبوس باللعنات والأرواح الشريرة. وبعدين بدأ يفكر ليه كل ده بيحصل ليا أنا بالذات؟ في نفس الليلة وهو قاعد في الصالة بدأ يسمع الأصوات تاني، لكن المرة دي كان الصوت أوضح، كأنه جاي من جوه البيت نفسه. خطوات تقيلة عمال يسمعها وضحكات مكتومة، كأن في ناس بتتحرك حوالين البيت وهو مش شايفهم. قام أحمد وبدأ يمشي في الممرات، كل خطوة كانت بتزود إحساسه بالخوف. لما وصل للدور التاني لقى باب أوضة صغيرة كان مقفول. الباب ده كان مطرب، شكله محدش فتحه من سنين. أحمد حط إيده على المقبض، ولما فتحه لقى أوضة ضلمة مليانة كتب قديمة وحاجات غريبة، شموع وصور لناس ما يعرفهمش. وفي نص الأوضة كان في دايرة مرسومة على الأرض وعلامات غريبة مكتوبة حوالين الدايرة. أحمد بدأ يفهم الطقوس اللي كان بيعملها المعلم سالم هنا، وهي اللي جابت الأرواح دي، هي اللي لعنت البيت. أحمد حس إن البيت بيحاول يبلعه هو كمان، زي ما عمل مع اللي قبله كده. في اللحظة دي كان عارف إن مفيش هروب، وإنه لازم يواجه الحقيقة المرعبة. البيت مش مسكون، هو نفسه جزء من اللعنة. وبعد ما اكتشف أحمد حقيقة اللعنة اللي مربوطة بالبيت،
عقله كان بيغلب الأفكار، لكنه بدل ما يهرب زي ما أي حد تاني كان هيعمل، قرر يستخدم اللعنة لصالحه. بدأ يقتنع إن القوة الشريرة اللي في البيت ممكن تكون في صفه، وإنه يقدر يستغلها عشان ينتقم من الناس اللي خانوه أو اللي حس إنهم ظلموه في حياته. أحمد كان بيحس بالغضب تجاه صحابه والناس اللي قابلهم في الشغل واللي حس إنهم مش مقدرين، وبدأ يعتقد إن البيت بيديه نوع من القوة، وإنه لو استغل اللعنة يقدر يأذي اللي يدخلوا البيت زي ما البيت أذى محمود وليلى. قرر أحمد إنه يعزم ناس تانيين على البيت، كان فاكر إن دي الطريقة المثالية عشان ينفذ انتقامه. جمع شوية من أصدقائه القدامى اللي ما كانش على وفاق معاهم في الفترة الأخيرة، وعزمهم على حفلة جديدة في البيت. المرة دي أحمد كان عارف بالظبط هو بيعمل إيه، كل خطوة كان مخطط ليها. الليلة بدأت زي أي حفلة عادية، أحمد كان بيضحك وبيهزر معاهم، لكن في قلبه كان مستني اللحظة اللي اللعنة تبدأ تشتغل فيها. الأصوات الغريبة والضلال اللي أحمد عارفها بدأت تظهر تاني، وبقى خلاص متوقعها. وأصحابه ابتدوا يحسوا بحاجات غريبة، ضلال بتمشي حوالين البيت وحرارة بتتغير فجأة. واحد من أصحابه اسمه خالد قال له: يا أحمد، إيه الحاجات الغريبة دي؟ البيت ده مش طبيعي. أحمد بصله بنظرة باردة وقال: ممكن يكون في حاجات غريبة فعلا، بس ما تقلقش، احنا بأمان هنا. كان واضح في نبرة صوته إنه مش خايف، بالعكس كان مستمتع بالإحساس ده. فجأة خالد بدأ يحس بضغط على صدره، كأنه حد مش شايفه بيزقه، وترعب وقال للكل: أنا لازم أمشي، في حاجة غلط هنا. لكن لما حاول يخرج من البيت الباب كان مقفول، كأن البيت بيرفض يسيب حد يطلع. في اللحظة دي باقي الناس بدأوا يحسوا بنفس الخوف، أصوات مخيفة بدأت تتعالى والضلال بقت أكتر وضوح. أحمد كان واقف في النص بيتفرج عليهم وهم مرعوبين، حس إنه المسيطر وإن اللعنة دي بقت تحت أمره. لكن ومع زيادة الرعب في البيت أحمد بدأ يحس بحاجة غريبة جواه. الضحكات اللي كانت جاية من الأرواح بدأت تبقى في دماغه هو كمان. بدأ يسمع صوت المعلم سالم بيتكلم معاه: انت مش بتتحكم في البيت، البيت هو اللي بيتحكم فيك. في اللحظة دي أحمد أدرك الحقيقة المرعبة، هو مش بيستخدم اللعنة، هو جزء منها. البيت بدأ يسيطر عليه زي ما سيطر على كل اللي قبله. أرواح البيت اللي كان فاكر إنه بيتحكم فيها بقت جزء من دماغه، بقى يسمعهم طول الوقت، وبدأ يحس إن عقله بيتهدم تدريجيا، وكأن البيت بياخده لنفس المصير اللي أخد فيه كل ضحاياه. بالليل كل واحد من اللي كانوا في البيت مشي، لكن ممشيش وروح على بيته عادي، يا إما مقتول في ظروف غامضة أو اتجنن تماما. لكن أحمد كان عارف إن الدور عليه قرب، وإنه مش هيقدر يهرب من النهاية المرعبة اللي مستنياه. بعد الليلة المرعبة اللي أحمد حاول فيها استغلال لعنة البيت، حياته اتقلبت تماما. الأيام اللي بعدها كانت مليانة رعب مش مفهوم. أحمد بدأ يفقد السيطرة على نفسه، بقى يسمع الأصوات طول الوقت، مش بس في الليل زي الأول، ولكن حتى وهو صاحي في عز النهار. كان بيسمع همسات مش واضحة بتقوله حاجات مش مفهومة، ضحكات مكتومة في دماغه بتعذبه. البيت كان بيحاصره من كل جهة، مفيش هروب. أصحابه اللي حضروا الحفلة الأخيرة اختفوا تماما، بعضهم ماتوا في ظروف غريبة زي محمود، والباقي اتجننوا أو دخلوا مستشفيات الأمراض النفسية زي ليلى. أحمد كان عارف إنه السبب، بس ما كانش قادر يوقف نفسه. كل مرة كان يحاول يهرب أو يمشي من البيت كان يحس بحاجة بتشده جواه، كأن البيت رفض يسيبه يخرج أو يهرب من مصيره. في يوم أحمد قرر إنه لازم يواجه الحقيقة، مش هيقدر يهرب من اللي بيحصل، ومش هيقدر يعيش بالشكل ده. راح يدور على مالك البيت اللي كان مأجر له، الراجل الغريب اللي قابله في أول يوم. أحمد مشي في شوارع الحي القديم بيدور على الراجل في نفس المكان اللي كان قاعد فيه، لكنه ملقاهوش. راح يسأل الناس في المنطقة تاني عن الراجل، بس المفاجأة إن مفيش حد كان فاكر الراجل ده، وكأنهم عمرهم ما شافوه. كل ما يسأل حد عن مالك البيت الناس تبصله بغرابة وتقول:
مفيش حد بالاسم ده هنا. أحمد بدأ يشك إن الراجل ده كان جزء من اللعنة، كأنه كان مجرد شبح أو وسيط بينه وبين البيت. الراجل اختفى بعد ما سلم أحمد للمصير المخيف اللي مستنيه، وبدأ يفكر: هو أنا اللي اخترت اللعنة دي ولا هي اللي اختارتني؟ مع مرور الوقت أحمد بدأ يفقد الإحساس بالواقع. كل يوم كان أسوأ من اللي قبله. الضلال اللي كان بيشوفها في البيت بقت جزء من حياته اليومية، بقت تتحرك حواليه في كل مكان. حتى وهو بره البيت الأصوات بقت تتكلم معاه بشكل مباشر، تأمره وتسيطر عليه. بس اللي كان مرعب أكتر إن أحمد بدأ يقتنع إنه مش لوحده، وإن في قوة أكبر منه بتتحكم فيه، بتحركه زي العروسة الماريونيت. في يوم من الأيام وهو قاعد في البيت لوحده، حس بحاجة جديدة، صوت مختلف عن الأصوات اللي كان بيسمعها طول الوقت. الصوت ده كان واضح وكأنه بيتكلم معاه من جوه البيت. الصوت قاله: الوقت قرب يا أحمد، البيت اختارك زي ما اختار غيرك قبلك، انت بقيت جزء من اللعنة. أحمد في اللحظة دي حس إن كل حاجة بقت واضحة. البيت مش مجرد مكان مسكون بالأرواح، هو كيان حي بيبلع كل اللي يدخله ويستخدمهم لأغراضه. المعلم سالم اللي عمل الطقوس في البيت ده كان مجرد أول ضحية، وكل اللي جه بعده بما فيهم أحمد كانوا جزء من اللعنة اللي بتسيطر على البيت. أحمد حس إن نهاية عقله قربت. كان عارف إن الأيام اللي جاية هتكون مجرد طريق للنهاية المرعبة. بعد ما أحمد استسلم تماما للبيت وللأصوات اللي كانت بتلاحقه، بقى عايش في حالة من الجنون المتزايد. الأيام اللي جاية كانت ضبابية، مليانة لحظات من الهلوسة والواقع المشوش. البيت كان بيسيطر على كل تفاصيل حياته، مبقاش قادر يفرق بين الحقيقة والوهم. الضلال اللي كانت بتتحرك حواليه بقت جزء من روتينه اليومي. الأصوات بقت أقوى وأوضح، وكأن البيت كله بيحاوطه من كل جهة. في يوم أحمد قرر يعمل حاجة مجنونة، قرر إنه يواجه البيت بشكل مباشر. فقرر يدخل الأوضة اللي لقاها مليانة بالرموز والكتب القديمة، ويحاول يفهم إيه اللي بيحصل فعلا. دخل الأوضة وقعد في نص الدايرة المرسومة على الأرض، والشموع اللي كانت حواليه بدأت تنور لوحدها، كأن البيت كان مستني اللحظة دي. بدأ يفتح الكتب القديمة اللي سابها المعلم سالم، وكان مكتوب فيها طقوس غريبة ورموز سحرية معقدة، كأنها تعليمات لاستدعاء قوة أكبر من البشر. أحمد بدأ يقرأ الطقوس بصوت عالي، والبيت كله بدأ يهتز. الأصوات اللي كانت بتهمس له بقت تصرخ، والضلال اللي كانت بتتحرك بقت تحوطه من كل مكان. كان حاسس كأن في حاجة بتتحرك جواه، حاجة بتسيطر عليه أكتر وأكتر. في اللحظة دي بدأ يفهم إن المعلم سالم كان بيحاول يسيطر على البيت، لكن اللعنة كانت أقوى منه وبلعته زي ما بلعت كل اللي قبله. وأحمد دلوقتي بقى الضحية الجديدة. الأصوات بدأت تقوله: انت مش اول واحد ومش هتكون الاخير، البيت هيفضل يختار ضحاياه. أحمد فقد السيطرة تماما، بقى صوته يتلاشى وسط الصراخات اللي في البيت، وفضل يصرخ: أنا مش عايز ده، مش عايز أكون جزء من اللعنة. لكن مفيش فايدة، البيت كان بيبلعه، بيخنق روحه وبيسيطر على العقل. في اللحظة الأخيرة أحمد حس إنه بقى واحد مع البيت، كأنه بقى جزء من الجدران، جزء من الظلام. بعد أيام قليلة السكان اللي حوالين البيت لاحظوا حاجة غريبة. البيت بقى أهدى من أي وقت فات. أحمد اختفى ومحدش شافه من وقت طويل. قرروا يبلغوا الشرطة، واللي بدورها دخلت البيت، لكن ملقوش أي أثر لأحمد. كل حاجة كانت زي ما هي، لكن البيت كان فاضي تماما، مفيش روح فيه. الغريب إن البيت رجع للإيجار بعدها بفترة قصيرة، والإعلانات بدأت تظهر على الإنترنت، وكأن مفيش حاجة حصلت. السكان ما كانوش عارفين إن البيت ده اللي بلع أحمد مستني الضحية اللي جاية، والبيت بذكائه المظلم كان بيجهز نفسه لاستقبال شاب جديد. نفس الطريق اللي مشي فيه أحمد هيكون مصير جديد لشخص تاني، ضحية جديدة في لعنة البيت اللي مش بتنتهي. وبس كده،
ودي تكون نهاية قصتنا، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تخبطوا اللايك، ولو انت مشاهد جديد على القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل حاجة أول بأول. وأهم وقبل ده كله صلي على النبي. وبس كده، سلام عليكم.